بالرغم من ان الفيل حيوان ضخم جدا وفي بعض الاحيان بيكون شرس، الا انه عنده قلب طيب جدا وبيخاف على الحيوانات الصغيرة وما بيحبش يأذيها ابدا. ومش هتصدق لو قلت لك اكتر حاجة بيحبها هي الكتاكيت الملونة. ودايما لما بييجوا يركبوا الفيل الطيارة علشان ينقلوه من مكان لمكان بيحطوا معاه كتاكيت كتيرة في نفس القفص اللي هو فيه. وطبعا السبب اللي بيخليهم يعملوا كده هم انهم عارفين كويس ان الفيل مش هيقدر يتحرك من مكانه علشان ما يموتش حد من الكتاكيت الصغيرة دي. وباختصار كده الهدف من ورا الموضوع ده كله ان الفيل يحافظ على التوازن بتاع الطيارة، ربما لو اتحرك من مكانه تختل وتقع. بيقول لك كمان انه من اعظم الصفات عند الفيل انه لما بيلاقي حيوان متوفي بياخده وبيشيله وبيروح يدفنه علشان يرقد في سلام. وكمان بيعمل الموضوع ده مع البشر، يعني لو حد كان في الغابة او فقد حياته هناك. اسمع بقى الحتة دي قبل ما انهي الفيديو. بيقول لك ان كان في شخص نايم جنب شجرة، والشخص ده كان من الجماعة اللي هم نومهم تقيل جدا لدرجة الغباء. المهم الفيل ساعتها افتكره متوفي وكان شاله وراح يدفنه، لولا ما الشخص دوت كان صحي على اخر لحظة. والحتة دي اتعلمنا ان احنا نومنا يكون خفيف. وبكده يكون الفيديو انتهى. لو عجبك اضغط له لايك واشترك في القناة وتابع كل جديد انا بقدمه.